ترى لسه فاكر المعلومة دي؟ كل الناس اللي عارفة إن الجنة حق وإن النار حق نفسهم يدخلوا الجنة حتى لو هم مقصرين وعندهم ذنوب وأخطاء. وبما إن دخول الجنة هو رجاء كل مؤمن بالله، في الحالة دي ما ينفعش تكون مسلم جميل وما تعرفش العشرة المبشرون بالجنة اللي ربنا يكتب لنا دخولها إن شاء الله بلا حساب ولا سابقة عذاب. وهذا هو رجاء كل مؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، والعشرة المبشرون بالجنة وبأسهل طريقة تحفظهم بها هم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بالإضافة إلى 6 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام، يسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. يجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. وخلي الآية القرآنية دي تملأ قلبك وعقلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. صدق الله العظيم. أنا دكتور مصطفى، هقدم لك كل يوم معلومة دينية بسيطة مررها لأولادك عشان يعرفوا أمور دينهم.